المطيع برافو يوسف المطيع برافو قتالية يظهرها يوسف لكن زوير 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 هذه العرضية المطيع 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 يا كبير المطيع يا كبير المطيع يا عملاق المطيع نعم الأسد جهة اليمنى فيها عرضية فيها تدعت لامبولي هذه عرضية داخل المنطقة مرة أخرى لامبولي هذه صعبة ولكن يوسف المطيع مباغتة هذه الكرة من الزواني مباغتة هذه الكرة من الزواني هنا مباغتة حتى على مخرج المباراة لم نشاهد اللقطة من البداية في لحظة فيها التركيز وفي لحظة ترك فيها عناصر الوداد نعم معك الحق لكن يكون هذه إمكانية التسديدة مرة أخرى مرت عالية على مرمى المطيع أتمنى يلحق بها ممكن يلحق بها رغم أن الكرة كانت طويلة حذاري من العرضية حذاري من العرضية الكرة طالت مباشرة إلى ماذا ينتظر زولا والدفاع يتدخل فيها تماس ترفع من يحيى عطية الله الراسية بعد ذلك يا زولا بعيدة مر زوير انطلق زوير العرضية والركنية من المطيع في مراوغة اللاعب ساندرا ديال الكرة العرضية صعب هذا اللاعب زواني صعب هذا اللاعب بعيدة المطيع هذه صعبة والحكم قال ضربة مرمى الحكم قال فيها ضربة مرمى امتياز المترجي يدخل المترجي حرة لعناصر فريق الوداد الرياضي سامبو بالراس يا سامبو بالراس ترفع ديال الكرة في القائمة الثاني زوير هي ولا زالت ودادية هذه العرضية الراسية جول أيوب العمرود بالراس حتى في شباك يأتي الوقت الأصلي السافرين يبحث عن العرضية يا زولا ما يمرش يا زولا العرضية والمطيع سهلة بعد ذلك نعم من هذه الكرات العرضية خطيرة الهدف الثاني هدف ثاني لماميلودي سانداونز خطيرة توغلات داخل منطقة الجزاء خطيرة توغلات داخل زولا ترفع ديال الكرة وبالراس